مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. منذ إعلان نتائج بكالوريا هذا العام، ورواد التواصل الاجتماعي يشيدون بالمتفوقين في هذا الامتحان في زمن قل فيه المهتمين بالدراسة. ومن بين المتفوقين انتشرت حالة تلميذ مختلطة بين السعادة والحزن بتحقيق نتيجة مشرفة في هذا الامتحان في ظروف أقل ما يقال عنها مزرية وصعبة. ولن تصدق قصته. أتكلم عن الشاب التلميذ بوحفص فضلاوي الذي تحصل على أعلى معدل في امتحان بكالوريا على مستوى ولاية سعيدة، وذلك بعد أن تحصل على 17.42. وحفص فضلاوي هو شاب عنوان للتحدي والمثابرة والنجاح من مدينة سعيدة، حقق هذا المعدل الممتاز في ظروف صعبة، فهو يعيش في الريف وفي خيمة لا تقيه حتى برد الشتاء ولا حر الصيف. ورغم كل ذلك تحصل على 17.42. وبعد انتشار قصة هذا الشاب أطلقوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع هذا الشاب الذي يستحق كل الدعم المادي والمعنوي له ولعائلته، فهو يعتبر نموذج للتحدي والنجاح في ظروف لا يصدق جزائرية أن يعيشها. وبعد نقل حالته في روبورتاج تلفزيوني تبين أن التلميذ يتنقل أكثر من 24 كيلومترا يوميا وفي كل ظروف المناخية للدراسة. هذه التفاصيل هزت الشعب الجزائري وتناقلوا الخبر ورفعوا هاشتاغ دعم بوحفص فضلاوي، وطالب العديد حتى من رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية الجزائرية سيد عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل والنظر في حالة هذا التلميذ وتوفير له منزل لائق على الأقل. وقد انتشرت أيضا حملات كبيرة وواسعة لمساعدته وتشجيعه لمواصلة مسيرة نجاحه. شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.